ما الفضل إلا لأهل العلم إنه على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعش حيا به أبدا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من الدين والحياة على شاشة القناة الثانية. ماذا بعد الحج؟ هذا هو موضوع هذه الحلقة. ماذا بعد هذه الرحلة الممتعة الحافلة بأنواع الطاعات المختلفة التي وقف فيها الحاج بالفعل على عرفة، وفي هذه الرحلة بصفة عامة يتضرع إلى الله ويطلب منه المغفرة والرحمة والعتق من النار. ماذا بعد هذه الرحلة من شقاء وعناء؟ دعونا نبحث عن تفاصيل العودة. ماذا بعد الحج؟ هناك البعض يعود للأسف عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهذه هي الفكرة، ويعود مرة أخرى للمعصية. وهناك البعض الحمد لله يا رب العالمين اللي ربنا مبصر قلوبهم انه بالفعل بيكونوا قدوة للآخرين، وبيشعروا بقيمة هذه الرحلة، ويشعروا بقيمة هذه المغفرة وهذه البركات وهذه النورانيات التي يحملونها. دعونا نبحث في هذه الحلقة عن ماذا بعد هذه الرحلة كي نكون قدوة حقيقيين بالفعل لمن نعولهم من أهل وأصدقاء وأحباب. دعونا نبحث في هذا الموضوع، ولكن بعد هذا الفاصل. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله للحديث عن ماذا بعد الحج وبعد هذه الرحلة يسعد أن يكون معنا الأستاذ الدكتور خالد الكاشف من علماء الأزهر الشريف، معنا أيضا الشيخ كرم القوسي من علماء الأزهر الشريف. نرحب بحضراتكم، كل سنة وحضراتكم بخير، وكل يوم ونحن في رضا الله سبحانه وتعالى. كل لحظة احنا بنأمل من الله سبحانه وتعالى أن هو يغفر لنا ذنوبنا. أمين يا رب العالمين. دكتور خالد، الحقيقة ماذا بعد الحج حاجة كبيرة قوي قوي، مسؤولية لابد بالفعل أن يشعر بها الحاج عندما يعود، لأنه في المقام الأول لا يعلم هتجيله الفرصة دي تاني ولا لأ، فهي فعلا فرصة حقيقية وفرصة ذهبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج هو تمام أركان الإسلام، كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالحج هو الركن الخامس، وبفعله يكون المسلم قد فعل كل أركان الإسلام التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحج عبادة بدنية ومالية يبذل فيها الإنسان من جهده ومن تعبه، ويبذل فيها من ماله أيضا. الحج يغترب فيه الإنسان عن أهله ووطنه وعن أولاده، فهو بمقاييس الدنيا قد أدى عملا عظيما، فينبغي أن يحافظ عليه.
وهذا العمل العظيم قد قدره الله له، وقدر هذا التعب، والله سبحانه وتعالى هو خير من يعطي وخير من يمنح. ومن فضله أنه أخبرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كيوم ولدته أمه، يعني يجوز الأمران هنا لغويا. رجع كيوم ولدته أمه، فقد محيت صحيفته السوداء، فعليه ألا يسودها مرة أخرى، أو عليه أن يزيدها بياضا، وأن يزيدها إشراقا، وأن يزيدها جمالا بطاعة الله تبارك وتعالى. هو قد شاهد من فضل الله عليه أنه قد محى ذنوبه عنه، وقد تحمل عنه تبعاته، فلا يعود مرة أخرى إلى تلويث هذه الصفحة. بعض الناس يتصور، يقول أنا أفعل ما أريد، ثم أذهب إلى رحلة أخرى فألقي عن كتفي هذه التبعات، فما الذي يدريه أنه يستطيع أن يذهب مرة أخرى، وما الذي يدريه أن أجله قد عادت فيه بقية. رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذه جائزة عظمى كبيرة، أنت قد رجعت وقد ضمن الله على نفسه أنه سيدخلك الجنة، فلماذا تبتعد عنها؟ فهي جائزة عظمى ينبغي على كل مسلم أن يسعى في تحصيلها، وأن يكون حجه موصوفا بهذه الصفة: الحج المبرور، أي الحج المقبول الذي لم يخالطه إثم. أتوقف عند هذه الكلمة، الحج المبرور، ألا وهو الحج المقبول. علامات قبول الحج وعلامات عدم القبول، لأن علامات القبول تقريبا يعني بتساوي ان انا ممكن كمان يعني ان ربنا يخليني اصطحب كل من هو طيب وكل ما هو طيب، وعلامات الغير قبول تبقى العكس، او تتبع هذه الحسنات بالسيئات، او يتبع ما يعني كان بيتعود عليه. دي مشكلة. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، كما ذكر فضيلة أستاذنا الدكتور خالد حفظه الله أن الحج فريضة العمر، وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا الإنسان الذي حرص كل الحرص على الذهاب إلى بيت الله الحرام، وعلى أن يعود إنسانا مختلفا، حصل في هذه الفريضة على دورة تدريبية تأهيلية أخلاقية. يعني لو عندنا موظف، وهذا الموظف يعني قمنا بإعطاء دورة تدريبية لي، أهلنا لعمل ما، حينما يعود من هذه الدورة التدريبية هل سيكون مثلما كان قبل أن يذهب؟ لا، أكيد أضيفت إليه خبرات جديدة، وأضيفت إليه أمور جديدة تعلمها. كذلك الحاج إلى بيت الله الحرام. سيدنا الإمام الحسن البصري رضي الله تعالى عنه سألوه عن هذه العلامات، علامات الحج المبرور، قال: أن يعود الحاج من فريضة الحج زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. أن يعود الحاج صعبة جدا من حجه. نعم، هتبقى صعبة جدا، عمليا صعبة. لكن هو لماذا قال هذا الإمام الحسن البصري رضي الله تعالى عنه؟ يعني زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، لأنه عاش موقف أو مواقف من مواقف الآخرة، كأنها تحاكي مواقف الآخرة. نعم، الحشر. يعني الحشر والزحام والملابس البيضاء التي تشبه الأكفان، وهذا الزحام الذي يشبه يوم الحشر، والناس على صعيد واحد، وكل هذه المناسك التي عايشها هذا الحج إلى بيت الله الحرام بتجعل الدنيا تخرج من قلبه وتسكن بداخله الرغبة في الآخرة. نعم. وفي جنة عرضها السماوات والأرض، ولذلك الجزاء من جنس العمل. لما سكن هذا في قلبه قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال أيضا: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يعني هذا الذي كانت له ذنوب، وكانت له خطايا، وكانت له سيئات، وكانت له صغائر وكبائر، كل هذا محي من صحيفة أعماله. يعني يأتي أحد بقى من أصدقائه يقول له: يعني يا عم فك بقى، أنت لسه راجع، مش مشكلة، انزل معانا، اقعد معانا في المجالس اللي هو متعود عليها. حقيقي. والعادات اللي متعود عليها لما يجي يغيرها
شيء ما بيبقاش مألوف عن هذه الشخصية أو هذا الشخص إنه يتعامل بسلوكيات أخرى أو بأخلاقيات أخرى. نعم، هذا مذكور، فبيستغرب نفسه. هذا مذكور في كتاب الله. الصورة اللي حضرتك بتقوليها مذكورة في كتاب الله. إرادة الله وإرادة البشر، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إحنا مش هنسيبك، إنك أنت عايز تستقيم، إنك أنت عايز تبقى إنسان كويس، إنك أنت جاي من هذه الفريضة إنسان صفحته بيضاء، لا، أنت غريب عنا بمفهوم الصحبة. أيوه. يعني صحبة السوء. لكن هنا الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة هيجي يعمل استبدالات في حياته، استبدال فاحش القول بحسنه، استبدال الصحبة السيئة بالصحبة الصالحة، استبدال الكلام الفاحش والبذيء بقولوا للناس حسنى، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. أتى إنسانا جديدا متغيرا في سلوكياته، في أقواله، في أفعاله، هو ده الكلام. في تصرفاته. الثلاث نقاط دول مهمين، وده اختصار فعلا القصة كلها. إن هو يقوم بالاستبدال. نعم. هنا بقى الاستبدال دكتور خالد على فكرة هيبقى برضو فيه مشكلة. احنا قلنا اتدرب على أخلاقيات الحسنة، وقولوا للناس حسنى، وبقى صابرا مجاهدا طيب القلب مسامح، أخذ نورانيات ورحمات وأخلاقيات رائعة. وجه هنا يوم بعد يوم بعد يوم مع المعاملات مع البشر بيبتدي يستنفذ كل يوم أو كل فترة جزء من هذه الأشياء العظيمة اللي هو اكتسبها. هو في الحج كما ذكرتي تعود على أشياء جيدة جدا، بل إن يعني وقولوا للناس حسنا هذا منهج المسلمين الذي أمرهم الله به في كتابه في حياتهم العادية. لكن في الحج هناك قيود أشد. أيوه. وهناك تدريب أعلى وأعظم. يقول تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يعني هنا النهي قوي جدا، وبالتالي ان هو يلتزم. أيوة. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. كل هذا تدريب يتلقاه الحاج. لا رفث. الإنسان الذي عود لسانه البذاءة في القول سنين يا فندم. نعم سنين. نعم. وهنا بقى عايزنا في أسبوعين أو 3 أسابيع ان انا اقاومه. لكن في الحج يستطيع. الجو الذي يعيشه والبيئة التي هو فيها والصحبة والمناخ والصحبة، كل من يراه إما أن يبكي خوفا من الله، وإما أن يسجد، وإما أن يركع، وإما هو طائف بالبيت، وإما هو تال للقرآن، هو رغما عنه لابد أن يذوب في هذه البيئة. لا رفث، يعني لا ينطق اللسان إلا الكلام الذي لا يخدش الحياء، ولا فسوق المعصية عامة، ولا حتى الجدال. حتى لو اختلفنا في المناسك، الأحناف يقولون هذا واجب، والمالكية يقولون هذا سنة، وأنا مالكي وأدافع عن مذهبي، وهذا حنفي ودافع عن مذهبي. هذا لا يليق بالحجاج أبدا. ولا حتى الجدال في الأمور الدينية. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. احنا عدنا بقى. ثم عدنا. في العودة هنا كأنه إنسان كان في بيئة مكيفة، فإذا به قد انطلق إلى البيئة الخارجية، فينبغي عليه أن يحفظ نفسه. الحاج لابد أن يحفظ نفسه. أنا اعتدت على حسن القول وعلى التعامل الحسن، ينبغي أن يقيم في نفسه ميزانا، أي الحالتين كنت فيها أفضل، هذه أم تلك؟ لا شك أن الحالة التي كان فيها مع الله هي أفضل. إذن فليحاول مرارا وتكرارا إلى أن يفعل هذا. وهذا وإن كان يبدو لبعض الناس شاقا، فإنه يسير على من يسره الله له، ويسير على من بذل نفسه لله، ويسير على من يريد أن يكون كذلك. لابد أن نعرف شيئا، أن التغيير ينبع من داخلنا لا من خارجنا. النية. النية. الذي يريد أن يتغير لابد أن تكون عنده هو إرادة التغيير، مع أن الله على كل شيء قدير، لكنه قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لابد أن يبدأ الإنسان. والله قد ضرب لنا المثل في القرآن: الذي يضع رجله أو قدمه على طريق الهداية سيساعده الله، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. علامات القبول. هل من علامات القبول إن أنا ممكن ربنا يخليني يعني أخلص من عادات أنا كنت متعودها؟ من علامات. من أكبر علامات قبول الحج
أن الإنسان بعد الحج يكون أحسن حالا منه قبله. تمام. هذه هي العلامة الكبرى التي عبر عنها والاستمرار الحسن فيها. البصري. ما انا ببقى جايه وبعدين في كلمه كده كانوا بيقولوها لنا، انا مش عارفه دي صح ولا لا، ان لمده 40 يوم انت مليئه بالبركات والرحمات والنورانيات. ما فيش حد هيقدر ياثر عليكي قبل 40 يوم. ايوه انما بعد كده الانسياق مع هل هي نورانيات حقيقيه؟ هل هي طبعا شحنات الواحد الذي يذهب الى هذه الاماكن يشعر بشعور لا يمكن ان يتخيل. انا حينما ذهبت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه قصة أخرى لم نتحدث عنها ينبغي أن نعطيها شيئا من الحديث. أنا آتي إلى هذا المكان وبجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدخل هذا المكان الرائع، والله يكافئني بعد ذلك ويقول الركعة ب1000 ركعة. ينبغي أن تكون العبادات هنا أقل، لكن الله يضاعفها. إذا ذهبت إلى مكة وفي بيته وفي جواره وفي أعظم مكان على وجه الأرض، ثم هو يدللني أكثر ويقول الركعة ب100,000. شيء عظيم، عطاء عظيم جدا، لا بد أن يشعر بالإنسان ولا بد أن تمتلئ به نفسه. نحن تحدثنا عن علامات الحج المبرور أو عن بعضها، ولكن هناك أمور تساعد وتعين ده تمام على أن يكون هذا الحج مبرورا. منها أن يكون الحج خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن ماجه: اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة. فأهم شيء الإخلاص لله تبارك وتعالى، والإخلاص في الحقيقة هو مطلوب منا في كل الأعمال، وهو روح كل الأعمال، وهو سبب قبولها. يعني الخلوص في النية منذ البداية، وده بيكمل الطريق بقى لتمامها. هو البداية. إذا أحسن الإنسان في البداية كما قال ابن عطاء رحمه الله: البدايات مجلات النهايات. إذا أحسن الإنسان في البداية فستحسن نهايته، وإذا كانت البداية مضطربة فلا يمكن أن يصل إلى النهاية الصحيحة. ماذا عن باقي الأمور؟ أولا الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الشيء الثاني أن يكون الحج على الصورة الصحيحة التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي علمنا إياها عمليا، فقال: خذوا عني مناسككم. أن يكون الحج على الصورة الصحيحة الشرعية التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يكون الحج من نفقة حلال. أن يختار الإنسان لحجه الرفقة الصالحة. كل هذه من الأشياء التي تعين على أن يكون الحج حجا مبرورا مقبولا من الله تبارك وتعالى. شيء مهم نسيته: التحلل من مظالم العباد. ده شيء قبل أن يحج الإنسان، أو حتى لما يرجع بقى، لأن هو أخذ بقى قيم كبيرة. الأفضل في البداية، أنا أقصد لو هو ما كانش متفهم طبيعة لا بهذا. المهم رد المظلمة من مظالم العباد وأثرها المظالم يعني مفهوم واسع جدا. بعض الناس يقول: خلاص أنا أخطأت في الشيخ كرم، أروح وأعتذر له. لا، طب وأنت كمان ما اديتش أختك الميراث بتاعها مثلا. كل بقى المظالم بقى بأنواعها. هو نوى وراجع بقى من الحج ان هو ان شاء الله يحاول. كتبت كل ما تملك الى ابنائك الذكور وتركت الاناث. رد المظالم بجميع انواعها، حتى المظالم التي تشق على النفس، لان بعض الناس يؤدون المظالم السهله التي لا تكلف: اعتذر الى فلان وهذا. لا، المظالم الماليه اشد عقوبه عند الله من مظالم الكلمات. شيخ كرم، الحقيقه بنتكلم على علامات القبول، ونفسي افضل اتكلم عن علامات القبول لانها جميله جدا وبتفتح النفس على ان هو يكمل هذه النقاط ويجملها ويكملها ويستمر عليها على قد ما يقدر. نيجي بقى علامات يعني عدم القبول، ودي بتبقى للاسف كارثه، ونفس الحج بيبقى حاسس بيها او عالم بيها، بس في بعض المؤشرات دايما تقول له: شفت ادي شنطتي ضاعت، شفت ادي اتخانقت وانا بعد ما اتميت الحج، شفت في المطار انا يعني قذفت حد باسم او حضرتك فاهم. فالقصه دي كلها للاسف بيشعر الحج ان هو فقد او حجه لم يقبل. كما قال استاذنا الدكتور انه عن سيدنا يعني ابن عطاء الله السكندري انه البدايات تحكي النهايات، ومن كانت بدايته مشرقة كانت نهايته مشرقة. تمام. لو أن إنسانا خرج ولم يؤدي المظالم إلى أهلها، أو خرج بمال
ليس من حلال يحج به إلى بيت الله الحرام. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يخرج أشعث أغبر عليه غبار السفر، يقول يا رب، بيدعي ربنا هناك، مطعمه من حرام، مشربه من حرام، غذي بالحرام، ملبسه بالحرام، أن يستجاب له؟ ما فيش استجابة للدعاء، علامات عدم القبول. كل ما دعا به غير مستجاب، كل أمنياته لن تتحقق. لماذا؟ يعني لا لبيك ولا سعديك. نعم. لماذا؟ لأنه الجزاء من جنس العمل. قال تعالى هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقال إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. بداية كل دعاء مش مستجاب. حياته لم تتغير. ربما عاد إنسانا ذا شخصية سيئة، وربما يعني يا ليته مثلا يعود يحافظ على الصفحة البيضاء، لا، عاد كما كان بل أسوأ مما كان، حتى ليقول له الناس يا أخي اتق الله، ده أنت لسه راجع من الحج، يا أخي اتق الله، ده أنت كنت واقف عند الحرمين، عند بيت الله الحرام، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحافظ على ما حصلت عليه من حسنات ومن أجور من الله تبارك وتعالى. كذلك من علامات عدم القبول وعدم رضا الله تبارك وتعالى عنه عدم التوفيق في أمور كثيرة في حياته، أموره غير موفقة. إذا لم يكن للفتى توفيق من ربه فأول ما يجني عليه اجتهاده، مهما فعل هو غير موفق، لأنه لم يلتمس الطريق المضيء المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم كما قال شيخنا الفاضل. يعني أنت إرادتك هي التي تحدد هذا الطريق، هل سلكت الطريق؟ هل خطوت نحوه بقدمك؟ هل نويت خيرا؟ كل هذا مرتبط بأعمال الحاج في هذه الرحلة المباركة حتى ينجو من هذا المصير المظلم ويكون من المقبولين، كما قال الله تبارك وتعالى على لسان سيدنا إبراهيم وإسماعيل حينما كان يرفعان القواعد: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم آمين. من علامات عدم القبول يا دكتور خالد بيقال للبعض إن أنت رايح تتاجر، أنت مش رايح عشان تحج، أنت رايح علشان يعني يتقال عليك إنك الحج راح والحج جه، وإزاي كل سنة ما يحجش يبقى معهوش فلوس. في كده أشياء كثيرة جدا برضو لابد إن هي تؤرق من يسافر، من ينوي إن أنا خارج بنيتي إيه. فبالتالي علامة منذ البداية زي ما احنا قلنا إن البداية خطأ، ففي الآخر النهاية بتبقى خطأ. الذي يذهب ليقال عنه إنه قد حج أو اعتاد أن يحج كل عام، فهو يخشى أن تنقطع هذه العادة ويقول الناس عنه الأقاويل، هذا لن يؤرق ولن يهمه شيء، لأنه ما قصد بحجه وجه الله، قصد شيئا آخر، وهذا لا يهمه الحج، وهذا تقريبا لم يحج أصلا، وإنما هو ذهب لغرض وقد تحقق له هذا الغرض وهو غرض دنيوي. إنما الحج هو يعني عبادة، وهو من أعظم العبادات، وكل شيء وكل العبادات لا بد أن يقصد بها وجه الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. حتى اقتران هذه النية يعني كأننا أشركنا مع نية العبادة بالله شيئا آخر، فهذا لن يؤرقه شيء. أعظم ما يثبت القلب يا فندم، يعني أعتقد ده سؤال يعني عميق جدا وصعب جدا، لكن إن شاء الله يبقى سهل علينا نحن نوصل للمشاهد. أعظم ما يثبت القلب على دينه ويثبت القلب على هذه الأخلاقيات وهذه السلوكيات، إيه أعظم شيء؟ أعظم ما يثبت القلب على الدين وما يربط العبد بربه أن يعرف العبد أنه عبد وأن الله هو ربه وهو إلهه. استشعار الضعف واستشعار الفقر واستشعار الاحتياج إلى الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن يغتر غني بماله فيحسب أن ماله أخلده، ولا ينبغي أن يغتر عابد بعبادته فيظن أن الله تبارك وتعالى أو أنه قد أدى لله ما عليه من حقوق. إن الأنبياء والمرسلين كانوا يشعرون بالضعف والتقصير وبالضعف. هذا سيدنا يوسف وقد فعل به ما فعل وهو طفل صغير لا ذنب له، وهذا كاف لأن يكفر عنه ذنوبه إن كانت له ذنوب، ومع هذا لم يذنب وتعرض للإغراء فثبت ثبوت الجبال، وفعل به إخوته ما فعلوا، وبيع بيع الرقيق وهو الحر الكريم، ثم أكرمه الله بالنبوة. وبعد هذا التاريخ الطويل العريق المشرف
إذا به يقول في نهاية حياته: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض. انظروا إلى هذا الثناء العظيم على الله. أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما، لم يقل حتى توفني نبيا، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وكل الأنبياء فعلوا هذا. سيدنا إبراهيم: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، لم يقل اجعلني قائد الصالحين، مع أنه يستحق ذلك فهو نبي الزمان، ولكنه قال: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. يعني تقصد دلوقتي ها هنا التواضع، ما الذي يثبت القلب؟ التواضع الشديد وربط القلب بخالقه. وأن يدعو الإنسان خالقه أن يثبته وأن يوفقه، لأن الثبات لا يستطيعه الإنسان، لأن هناك عدوا لنا أقسم أمام الله بعزتك لأغوينهم أجمعين، فكيف نستطيع هذا وليس هذا هو العدو الوحيد؟ إني بليت بأربع ما سلطوا إلا لشدة شقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. الذي يحرر الإنسان ويحميه من أعدائه جميعا هو خالقهم، هو الله تبارك وتعالى. فليربط المسلم قلبه بربه وليستشعر ضعفه وتقصيره وليطلب من الله الكمال. شيخ كرم، الحقيقة كلمات رائعة وجميلة، وإحنا نفسنا شبابنا بقى يستشعروا هذه الكلمات وهذه العطايا وهذه الدروس المستفادة. ليه دايما لما يطلع شاب بالحج نقول ده أنت لسه صغير؟ يعني ليه إحنا بنقول الكلمة ديت؟ إحنا قدامنا دقيقة ونص تقريبا، بس أنا يهمني قوي كلمة للشباب، وخاصة كمان لما بنشوف هؤلاء الشباب اللي بيروحوا ويساعدوا والكبير والصغير ويعودوا، في منهم اللي ربنا بيرحمهم بيبقوا نفس هذه الأخلاقيات، وهناك من يركن يعني هذه الأخلاقيات ويبتدي حياته من جديد. نعم، هو في الحقيقة العلماء في الفقه كانوا مختلفين بهذه المناسبة في جزئية هل الحج على التراخي ولا على الفور. نعم. يعني أنا متى ملكت الاستطاعة لازم أحج مباشرة، ولا ينفع ان انا ااخر، استنى لما اكبر كده عشان تبقى الذنوب. تعرف الناس يعني في السنوات السابقه انه الانسان يستنى يطلع على المعاش وبعدين يختم حياته بالحج وكلام زي كده. هذا عرف، لكن الشريعه شيء والعرف شيء اخر. الشرع غير العرف. العرف المعروف عرفا كالمشروع شرعا، بس بشرط ما لم يخالف كتابا ولا سنه. لكن الصحابه رضوان الله تعالى عنهم ما فعلوا ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا حج صلى الله عليه وسلم مباشرة، رغم أنه حج مرة واحدة، وقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. لماذا الحج على الفور؟ لأنه قد يمرض المعافى وقد يفقد أسباب الاستطاعة. فمتى ملك الإنسان شابا صغيرا كان أو كبيرا في السن الاستطاعة، فورا عليه أن يبادر بالحج ولا ينتظر يقول أختم حياتي، ما أدراك أنك ستعيش. فنحن نقول للشباب سارعوا إلى أداء هذه الفريضة المباركة، لأنها فريضة العمر وفيها مشقة وفيها جهد، وأنتم يعني تملكون الصحة والعافية والمقدرة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بحج إلى بيته الحرام وزيارة إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم آمين يا رب العالمين. دي كانت حلقتنا مشاهدينا طوال هذه الفترة السابقة. كنا مع حضراتكم في كل لحظة من لحظات استقبالنا للعيد، من الحج وفضل العشرة الأوائل وأيضا يوم عرفة، ومعكم كمان في العيد. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل يوم وحضراتكم يا رب العالمين في رضا من الله سبحانه وتعالى وغفران وعتق من النار، وفي رضا وستر في الدنيا والآخرة. بشكركم على حسن متابعتكم لهذه الحلقة. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل يوم وحضراتكم بخير. كان معنا في هذا اللقاء دكتور خالد الكاشف من علماء الأزهر الشريف، كان معنا الشيخ كرم القوسي بهذه النصائح الغالية من علماء الأزهر الشريف. هذه النصائح الخاصة لشبابنا هم عباد المستقبل. مشاهدينا بشكركم على حسن المتابعة. ألقاكم بإذن الله يا رب العالمين الأسبوع القادم حلقة جديدة وقضية جديدة بين الدين والحياة. كل سنة وحضراتكم بخير. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنه على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل
تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم